السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا مروة، والنهاردة انا هعمل معاكم فيديو جديد عن ريفيو الفرن الغاز، وهو فيديو جميل جدا وان شاء الله يعجبكم. وقبل ما ابدأ الفيديو، اللي بيشوفني لأول مرة ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد عن القناة. النهارده ان شاء الله قدامكم الفرن الغاز اللي قدامكم دوت. وطبعا انا جبته، ويعني ايه كنت متردده في اللي انا اجيبه. ما كنتش عارفه اعمل ايه، عمري ما استعملته، عمري ما جربته. بس كنت اعرف طبعا اللي هي كل حاجه فيه كويسه. اي حاجه مخبوزات، تسويه، اي حاجه تعمليها فيه بتطلع جميله جدا. لغايه ما كنت في يوم رايحه السوق اجيب سمك وانا بشويه. فلقيت الست اللي بتشوي السمك كان عندها دور برد جامد جدا، لدرجة ان انا كنت يعني ايه مش عايزة اقول لكم، قلت لها ما تطلعيش السمك من الفرن، سيبيني انا اللي اطلعه. وخدت السمك، ومن يومها قررت اللي انا ايه اجيب الفرن، وكان ده هو السبب الرئيسي اللي خلاني اجيب الفرن اللي قدامكم دوت زي ما انتم شايفينه كده. وطبعا الفرن ما شاء الله جميل جدا. دوت يعني ايه انا مش جايباه حجمه كبير، لا انا جايباه المقاس اللي هو 80 سنتي. علشان طبعا ما ياخدش مني مساحة كبيرة وما ياخدش مكان مني. بالذات الأماكن الضيقة أو اللي ما عندهاش مكان، ده ممكن تحطيه في أي مكان، لو عندك بلكونة أي مكان صغير هيدخل عادي فيه، مش هياخد حيز يعني. ودوت بقى النار بتاعته هيت انا ولعتها لكم عشان تشوفوها من الجناب، من اليمين والشمال. وعايزه اقول لكم الانبوبه كمان كانت يعني بتخلص، يعني النار دي والانبوبه بتخلص. ما شاء الله التسويه بتاعته جميله جدا. وديت طبعا الزراير بتاعته طبعا زراير نحاس. في طبعا ده اللي هو ده يعني زرار لليمين وزرار للشمال وزرار ايه بيولع الفرن ايه من تحت، الشعلة من تحت. والفتحة ديت اللي احنا بنولع منها ايه الشعلة من تحت كده زي ما انتوا شايفينها كده، انا بوريها لكم اهيت عشان تبقى قدامكم كل حاجة يعني ايه واضحة. وديت بقى ايه فرخة كده عشان تشوفوا ايه التسوية ايه بتاعته. على الرغم ان النار بتاعته ضعيفة والانبوبة بتخلص، بس انا حبيت ايه اوريكم حاجة كده بسيطة وسريعة تشوفوها. دي طبعا فرخه انا مجهزاها طبعا، متبلاها بملح وفلفل بس وبصل كده زي ما انتم شايفين، وحطها على العمود اللي هو بتاع الشوي ده، ودخلتها زي ما انتم شايفين كده الفرن. وهسيبها بقى ايه تستوي وتاخد وتدي مع بعضها عشان اوريكم الفيديو يعني ايه الفرن وتسويه الفرن. وطبعا هعمل فيه حاجات كتير، وعايزه اقول لكم ان انا استعملت حاجات كتيره جدا، وهو دوت الفرن وتسويه الفرخه بعد ما طلعت من الفرن. وعايزه اقول لكم يا جماعه ديت بطاطا انا حطيتها طبعا ورا الفرخه، لو كنتوا خدتوا بالكم وهي بتستوي وبتتشوي. حطيتها طبعا عشان تستوي على النار الهاديه بقى اللي هي موجوده عندنا هنا. وطبعا انا قلت لكم ان الانبوبه كانت يعني ايه بتخلص. وطبعا يعني ايه دي ميزه الفرن، واللي ما جابتهوش هتندم ان هي ما جابتهوش، عشان انا لما جربته لقيته حلو جدا. واللي جابته بصراحة ايديها ورجليها في البيت، يعني هو حاجة اساسية جدا. انا لما جبته حسيت ان هو حاجة اساسية جدا في البيت، وانا فعلا ما عدتش اقدر استغنى عنه. بالنسبة لي هو بقى حاجة مهمة. ويعني كل حاجة فيه كويسة. يعني ما بيخسرش وجوده في البيت، ما بيخسرش وما يخليكيش تندمي ان انت جبتيه، وجيبيه وما تخافيش. وعشان بقى كده نختم الفيديو مع بعض، ارجو ان انت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد عن القناة. وباي باي.